احنا لما بناخد اجراءات امنيه داخل سيناء، الهدف منها ان احنا بنأكد ان احنا لا نسمح بان ارضنا تشكل قاعده لتهديد جيرانها او منطقه خلفيه لهجمات ضد اسرائيل. في اتصالي مع الرئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، قلت له كان مين يتوقع من 40 سنه ان السلام بين مصر وبين اسرائيل يستقر بالشكل ده؟ احد اسباب الارهاب هي القضيه الفلسطينيه. هل حماس وداعش هما نفس الشيء؟ الافكار المتطرفه وما يسمى الاسلام السياسي جذوره واحده كلها. قبلوا في تونس إذن أن يلعبوا أو يحترموا قواعد اللعبة الانتخابية، أليس ذلك برهان على أن الإخوان المسلمين بإمكانهم أن يخالطوا في السيرة الديمقراطية؟ أن تعرفي هم ما عملوش كده، هم لجأوا إلى العنف كوسيلة، وده بالمناسبة ده دايما فكر الجماعات الإسلام السياسي.